هذا محمد ريكان الحلبوسي، وهاي أغرب مرشحة بالعراق. غريبة لدرجة أنه ممكن تسوي لك أزمة وجودية. المرشحة والنائب الحالي مها فاضل الجنابي دخلت العالم السياسي ب 2014 كعضو بمجلس محافظة بابل، وبعد ذلك صارت نائب بمجلس النواب ضمن صفوف حزب تقدم. يعني مسيرة طبيعية لأي مرشح أو نائب يذل المواطنين بلافتات شكر على أشياء مو شغلها. فشنو الغريب؟ إذا محاسب صار سفير لأن خاله محسن رادهيج، فجديات يعني شنو الغريب؟ الغريب يا أصدقائي إنه محمد الحلبوسي صاحب شعار نحن أمة طلع متحالف ويا قيس الخزعلي. احنا مو فقط نمثل نفسنا، احنا أمة ونمثل تطلعات هذه الأمة. بالوقت اللي كنا نسمع منه هالشعارات على منصات انتخابية، محمدنا كان ينسق ويا الخزعلي ويتحالف وياه بالسر، والطرفين ما أعلنوا عن تحالفهم بشكل رسمي، لكن هي سالفة مستحيل تبقى سرية. فواحدة من مخرجات هذا التحالف هي المرشحة مها الجنابي. مها اللي المفروض ضمن حزب تقدم واحنا أمة وكل هاي الكلاوات طلعت مرشحة ويا صادقون التابعة لقيس الخزعلي. لا والمصيبة الكبيرة واللي ما أعرف شلون راح تستوعبوها، ترى محمد الحلبوسي بنفسه جاي يروج لصادقون ومرشحتهم المشتركة مها الجنابي. أطلب من عندكم في يوم 11/11 أن تذهبون للحفاظ على أمانتكم والحفاظ على تمثيلكم والحفاظ على استحقاقكم. يجب أن يستمر هذا التمثيل السياسي عندكم ما بين المجتمع وما بين مصدر القرار السياسي. ونرى بأختنا أم محمد الخير، أخت رجال وأم موقف، إن شاء الله أتمنى لها التوفيق وكل الدعم والإسناد منا إلك ومن قيادة الحزب إلك، وننتظر دعم عمامك وأهلك إن شاء الله ما يقصرون. فإيه يا عزيزي السني، القافل ما ينتخب إلا سني، والعشائر اللي ما ينتخب إلا من عشيرته. أحب أقول لك إنه صوتك صار عبارة عن هدية رخيصة للعصائب، والأمة اللي جاي تنادون بيها وكل مظلوميات المكون صارت عبارة عن ورقة سياسية وعربون تم تقديمه لحليف كان يصق بيكم. يعني مثلا راح امثل لك واحد انخطف اخوه، راحوا 1500 واحد بسبب اخوه فقط. ويا ريت هذا الصكاك يحترم الحلبوسي كحليف. فقبل ايام انتشر هذا الفيديو وما سمعنا لا اعتذار من قيس ولا استنكار من الحلبوسي. نعرفك يا الحلبوسي، نعرفك من الشجرة الملعونين، نعرفك يا الحلبوسي. هي هاي الأمة يا محمد الحلبوسي، والله وبكسر الهاء بئس أمة. بئس أمة تلك التي تصافح الولائية والصكاكة، أمة غارقة بالكلاوات. وخلونا نشوف ست مها بعد ما تفوز شلون راح تنادي بحقوق أهالي جرف الصخر من العصائب اللي هي أساسا مرشحة وياهم. خلونا نشوف مزاجية محمدنا وعقليته السياسية وين راح توصل المكون.